سلام البنات، مرحبا بكم البنات في قناة كوزين فيفي. كما عودتكم وصفات رمضان وتحضيرات تحضيرات الشهر الفضيل. المرة اللي فاتت درت لكم مخبوزات رمضان، المرة هذه جيتكم بالشربات، شربات بوفاريك المعروفة في الشهر الفضيل واللي ما تخطيناش كاع في طاولة رمضان. هذه جبت لكم وصفة أصلية وصفة شربات بوفاريك. هي وصفة تجارية المعتمدينها المحلات. نقول للمتتبعين تاعي ما تنساوش الجام والتعليق الباهي والبارتاج، واللي مش مشتركة في القناة تسرع حبيبتي تشترك في القناة لخاطر كاين وصفات كما نقولوا جديدة ومفاجآت ان شاء الله للشهر الفضيل. نقول لكم هذه الوصفه باذن الله راح تعتمدوها وراح كما نقولوا مش راح تبدلوها باذن الله. واللوغو تاعها ما شاء الله والبنه روعه، واللون ما نقول لكمش. جات واحد الشربات ما شاء الله، يعني انا ديما يعني هذه الوصفه معتمدتها ديما نديرها في رمضان. بغيت نبارطاجيها معكم وبغيتكم ديروها ونفوتوا للمقادير. هنا عندي جبت غيسيبيون، حطيت فيها كاس سكر. الكاس شوفي هنايا كميه تاع كاس سكر، الكاس تاع 220 ملي ولا 240 ملي. كاس عصير تاع 2 حبات قارص. وهنايا عندي الحليب 4 مغارف، وعندي غرفة مزهر، مبشور ليمون، زست تاع القارص. هنا عندي حمض الستريك اللي هو عنصر ضروري في الشربات، ما كانش منها شربات بدون حمض الستريك والفاني بطبيعة الحال. نورمالمون قلت لكم المزهر. وعندي غرفة متوسطة تاع لاروم تاع القارص اللي هي كيما نقولوا تعزز كيما نقولوا الذوق. نحطوا هنايا السكر ونحطوا الزاز تاع القارص. هنا زاز تاع 2 حبات قارص، 2 حبات يكونوا متوسطين ولا حبه كبيره، بحكم ان رانا في وقت كيما نقولوا تاع القارص. نقول لكم يعني لازم تبروفيتيو هذه الفرصه، تشريو القارص يعني بكميات، سواء تحطوه في الكونجيلاتور ولا تخدموا به شربات وتحطوهم في الكونجيلاتور، تخبيهم للشهر الفضيل ولا تستعملوه في هذه الايام. يعني نحكموا هنايا القارص، هذه المرحله الاولى. نحكموا هنايا القارص ونحكموا الزاز تاع القارص. نحاول اني نحكهم شويه هكا ما بين يديا، يعني ماشي بزاف. شوفوا هنايا هذه الوصفه، هذه هي الوصفه الاصليه، هذه هي الوصفه المعتمده اللي يعتمدوها اصحاب المحلات اللي يخدموا الشربات. داكور، يعني اللي يشوف الفيديو هذا يعني ويجرب هذا الشربات باذن الله ما يزيدش يعاود يبدل الوصفه. ووصفه ناجحه 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 100%. هنايا نجيب كاسرونه، حتقولوا لي على واه الكاسرونه، انا نقول لك علاه. شوفي حبيبتي، احكمي السكر تاعك والزاست مع بعضهم، تحطي لهم كاس تاع ماء. واش بغيت نقول لك، انا هذه المرحله قادره حتحطي الماء والسكر تاعك وتحطيهم وتخلطيهم وتحطيهم دكوتي وتحطيهم كيما نقولوا يتحطوا كيما نقولوا حتى يذوب لك السكر ويطلق لك هذاك الزاست الزيت تاعو ولا روم تاعو. انا نقول لك لا، هذه هي الطريقه الصحيحه والانجح والريزولتا تاعها واو. شوفي هنايا برك كي تحطي القارص شوف كيفاه يدير، خلطيه شويه ماهيش حاجه، تحطيه على نار اوكي وتقعدي تهسي فيه وتخلطي، ما تطوليش عليه بزاف. كيما قلت لكم البنات، هنايا حطيت الزاز تاعي والسكر وكاس تاع ماء. الكاس تاع 220 ملي تحطوه على نار متوسطه. تخلطوا السكر تاعكم على نار متوسطه كيما قلت لكم، وتخلطوا السكر حتى يذوب بلا ما يغلي وما يسخنش بزاف، ما دقيقه حتى يذوب لك هذاك السكر، وتنحيه كيما نقولوا من فوق الطابونه وتخليه يبرد. يعني واش بغيت نقول لك، هذه المرحله احنا على واه درناها نسرعوا برك ذوبان السكر. هذا مكان هنايا شوفي هنايا حطيته
راهو ذاب لي السكر، والزاز تاع القارص طلق لاروم تاعو والزيت نتاعو. يعني هذه المرحله ضروريه واساسيه. نغطي نرجع الخليط تاعي في ريسيبيون ونغطيه ونخليه من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. يعني واش بغيت نقول لك، المرحله هذه لازم تخلي الخليط تاعك، الزاز تاعك يطلق الزيوت نتاعو قد ما حطيتيه مليح. مثلا هكي تخليه يروبوزي وراكي تخدمي في خدمتك، يعني راكي ديري في حاجه اخرى. داكور. كاين لي مثلا المرحله هذه اللي ما يحطوش على النار، يخلطوه برك، يقعدوا غير يخلطوا فيه. هنايا المرحله طولي والسكر تاعك والله قد ما خلطيه والله ما يذوب، يجيب نهار كومبلي طولي باش يذوب لك هذاك السكر. بصح كي تدفيلو انت هذاك الماء تحطيه على النار وتدفيه، طريقه اسرع واسهل ولا اروع. وباذن الله الوصفه هذه حتعتمديها في الشهر الفضيل وما تبدليهاش طول حياتك. شربات ولا اروع. انا جربتها يعني، وكما نقولوا معتمدتها ديما نديرها يعني، وجات اللوغو تاعها ما شاء الله. تشوفوا لوزاست هذاك كيفاه يطلق اللوغو تاعو، يجي ما شاء الله. تغطي الخليط تاعك هكا وتخليه يروبوزي، وقد ما ربوزا كما قلت لك مليح. هنايا فاتت انا عندي 20 دقيقه وانتيا معليش 15 دقيقه نورمال. نحي شوفي سبحان الله الفرق، يعني باش تشوفي هنا اللون تاعو قبيل زي وكازي يطلق هذاك اللون تاعو. وشوف اللون تاعو يعني سبحان الله الحاجه الطبيعيه يعني ما شاء الله. والريحه وش نقول لك، ريحه الزاز هذاك تاع القارصه واو. انا القارص يعني نموت على القارص، يعني ريحه القارص تنعشني كما نقولوا. شوفوا هنايا كما نقولوا المكونات. هنايا كاين النعناع، القارص هذو للتزيين. نعاود نصفي الخليط تاعي. بالنسبه لتصفيه الخليط شيء مهم انك تصفي الخليط تاعك قدام خطره، يعني 2 فوا 3 فوا، فهمتيني، باش يصفالك الخليط. انا الصفايه تاعي جايين عينيها شويه جايين مفتوحين، فهمتيني، يعني تخرج لي شويه هذاك كلي واحد البقايا هكا. اوكي. انتي حاولي ديري في صفايه شويه كما نقولوا، شويه عينيها مقفولين كما يقولوا، ولا صفيه قدام خطره نورمال. صفي الخليط تاعك. هنايا سي بون محسوب رانا كملنا، يعني ديريها في وقت وجيز، يعني تكوني مثلا ديري في غداك ولا ديري في فطور كنتي دكوتي هكا راكي تخدمي فيها. هنايا بالنسبه للماء، شتي كديري حبه كبيره ديري اطرة تاع ماء. داكور. حبه كبيره بصح تكون كبيره وديري اطرة تاع ماء. واذا ما عندكش حبه كبيره يكونوا 2 متوسطين. شوفي هنا اللون ما شاء الله جا بك. انا ذقتها يعني واو. يعني بغيت انا نعطيكم قاعده، يعني عندك حبه كبيره عندك اطرة. داكور. وقادره اذا مثلا الحبه تاعك كبيره بزاف قادره تروحي حتى اطرة ونص. كما قلت لكم البنات، رجعت هنايا الخليط، زدت هنايا عصير تاع 2 حبات قارص متوسطين. نعاود لكم، شوفوا البنات نعاود لكم المقادير. 2 حبات قارص متوسطين ولا حبه كبيره. اوكي. الكاس هذاك عصرت فيه 2 حبات تاع قارص وزدت لهم شويه ما كملت به هذاك حطيته كي كنت نعصر فيه، حطيته برك على البقايا تاع الليمون. وكم كما نقولوا كملت خرجت هذاك القارص. يعني الكاس تاعي فيه عصير 2 حبات قارص وزدت لهم ربع ماء، يعني التوتال يجيك الكاس فيه كاس كما نقولوا كاس الا ربع. داكور. هنايا حمض السيتريك والفاني. شوفوا كيما لافاني، اللي ما يبغيش الفاني قادر ما يديرش، يعني بصح الشربات معروفه بلا فاني. وثاني حامض السيتريك كيما نقولوا لازمه بعد، هي اللي تعطيك الكو سبيسيال هذاك تاع الشربات. كي نشربوا حنايا شربات نحسوا حاجه كيما نقولوا كو سبيسيال.
راهو من حمض السيتريك. اوكي. وعندي لارام تاع القارص. انا بالنسبه ليا كيما نقولوا نحسها ضروريه يعني، بصح يعني تقدري ما ديريهاش يعني، هي تعزيز الذوق يعني، هذا ما كان. نعاود لك المقادير بسرعه. عندي زوج حبات عصير تاع زوج حبات قارص، وتزيدي لهم ربع كاس ماء، يعني توتال كاس الا ربع، يعني زوج حبات قارص يدير لك نص كاس. تكمليها بربع، تكمليها كيما نقولوا ربع هذاك ماء، يعني كاس الا ربع قارص، عصير قارص، كاس سكر، عندي مغرفة ماء الزهر، وربع مغارف حليب، مغرفة صغيرة حمص سيتريك، مغرفة صغيرة فاني، ومغرفة متوسطة تاع الحليب هذيك تاع الديسار، لاروم تاع القارص. شوفوا هنايا الحليب، حذاري الحليب، ديريه كيما نقولوا بشوي بالمغرف، ديريه بالمغرف وخلطي علاه، خاطش الحليب هذا كي ديريه فرد دفعه وما تزربيش تخلطي، راح كلي الحليب هذا كلي يفزد لك، خاطش علاه راح يتلاقى مع الحموضه، والحموضه كيما نعرفوا تفزد الحليب، كيما احنا نقولوا يتكلل. انتي لازم تزربي ديري بالمغرف وتخلطي. شوفوا هنا لاحظي، في بالنسبه للحليب انا ما كانش عندي، كنت مرفه ندير مستحلب الليمون، مستحب الليمون ثاني يعني واو. بصح اذا ما عندكش يعني ماهوش لازم، مش شرط يعني مستحلب الليمون، هو صح يعزز الذوق ويجي واحد التكستير باهي، بصح الوصفه التجاريه راهم يديروا الحليب يعني، يعني الحليب نديرو 4 مغارف، 3 مغارف 4 مغارف. هنا يكون بالنسبة للماء أنا درت إطرا في زوج حبات متوسطين تاع قارص. أنا نشتي لوغو شوي كونسونطري، بصح نتيا قادرة تزيدي، قادرة تروحي حتى ماشي إطرا ونص، بصح إطرا وتزيدي لها كاس، يعني قادرة تروحي حتى الإطرا ونص. وبالنسبه ثاني للسكر، انا للحلاوه جاتني معتدله يعني، بصح اللي خاص اللي تشتي الحلاوه بزاف قادره تزيد السكر، واللي شافت الشربه تاعها شويه كونسونطري تزيد الماء، يعني الماء والسكر كل واحد وكيفاه يدير يعني. كيما نقولوا بالنسبه لي انايا اطرا جاتني مليحه يعني. هنايا راني كملت يعني. والشربة الثاني تبغي التخلاط، خلطيها مليح، حطيها في قرعة، في قرعة هنايا راه مغرفة مزهر، حطيها في قرعة، خلطيها مليح، لازم تتخلط لك مليح. هنايا راني كملت. جات يعني واو، جات واحد الشربات يعني وصفة ولا أروع. نتمنى البنات الكل تجربوها، وتبعثوا لي تطبيقاتكم في التعليقات، وخليوا لنا كومونتير باهي. جام ما تنساوش الجام، واللي ماهيش مشتركه في قناتي تشرفني باشتراكها. كما يقولوا تدخل تشوف قناتي وصفات يعني رمضانيه بامتياز. باذن الله راح ندير لكم حوايج كما نقولوا خاصه برمضان، راح تفيدكم. هذا مكان. شوفوا هنايا دوك النعناع ثاني، النعناع في الشربات يزيد لها واحد اللوغو سبيسيال. برك ما تكثريش النعناع، على واه باش ما يعودش اللوغو تاعها يروح يشبه يعود كي المخيطو. اوكي، غير قسمه ديلك هذيك النعشه برك تاع النعناع. هذا مكان. هنا نكون كملت، ونخليكم وصفه قادمه ان شاء الله.